انا اتولدت في بيئة محافظة شوية، والدتي دايما كانت مانعة ان احنا نتفرج على افلام او مسلسلات او حتى نسمع اغاني. فدايما كان عندي نفس السؤال اللي في بالك دلوقتي: ليه ده كله؟ ده مجرد فيلم او مسلسل، صح؟ في يوم كنت قاعد مع واحد من صحابي في الجامعة، واحنا بنتكلم جبنا سيرة اللحية وانه لو سابها قد ايه هتفرق في شكله. بص لنا كده باستهزاء وعينه فيها سخرية. ايه يا عم انت عايزني ابقى ارهابي ولا ايه؟ انا في لحظة من الذهول افتكرت ان انا كنت بكره ممثل معين، ممثل مشهور بدمه الخفيف ومسرحياته الساخرة وافلامه اللي مكسرة الدنيا. اسمه بس بيعمل زلزال في الوسط الفني، دايما كان بيعتمد في اعماله انه يسخر من الدين والمتدينين. دايما الارهابي عنده لحية وشنبه خفيف. وساعتها عرفت ليه اهلي كانوا مانعين عني الحاجات ديت. بقيت فاهم ان ده مش مجرد عمل ترفيهي، دي زراعة بتتم في مخك وانت لا تدري عنها شيئا. فانا زي ما بيقولوا الفن رسالة، بس لما يكون هدف الرسالة دي التشويه في الدين او في قيم ومبادئ المجتمع، تشويه لهيئة الشيخ الملتحي الملتزم اللي كلنا بنحترمه، فدي مش رسالة عادية. اصحابي لما كانوا بيعرفوا ان انا ما اتفرجتش على فيلم او مسرحية معينة وانا صغير كانوا يقولوا لي: انت ما عشتش طفولتك على فكرة. من مكاني هذا اقدر اقول لكم الحمد لله، انا الوحيد اللي عشت طفولتي كويس بعيدا عن غسيل المخ اللي حصل لكم وانتوا اطفال. لو انت من عشاق المسلسلات الغير هادفة والهابطة فكريا، انصحك تقفل الفيديو ده، علشان الفيديو ده هيفتح عينك لحاجات كتير اوي الممثلين والمخرجين مش عايزينك تكون واعي بيها. فلو اخترت تكمل الفيديو فيلا بينا. طب ازاي القيم دي بتتغرز فينا واحنا مش واخدين بالنا؟ هو صاحبنا اللي ربط اللحية بالارهاب. فاول سؤال معنا: ازاي ممكن ازرع في دماغك فكرة؟ بصراحة اجابة السؤال ده بسيطة جدا، وهي التكرار. على سبيل المثال انا عايز ازرع في دماغك تقبل العلاقات الغير شرعية، نعمل مسلسلات البطل فيها على علاقة غير شرعية مع حبيبته، باباها عارف، اخوها عارف، مامتها عارفة، لو قال ايه بيساعدوهم ان هم يكونوا العلاقة ديت. نكرر الفكرة دي اكتر من مرة في اكتر من مسلسل، الناس اللي حواليك هيبدأوا يتقبلوا الفكرة، فلا شعوريا هتبدأ انت تتقبلها، بانك هتبص حواليك هتلاقي ان الناس كلها بتعمل كده، فهتقول بينك وبين نفسك هم كلهم بيعملوا كده، اكيد هم الصح وانا اللي غلط، فتبدأ تتقبلها. انت عارف الكارثة فين؟ ان بقى اللي بيعارض كلامهم وافكارهم بقى هو المتخلف والرجعي، وانت زي انت مش قادر تتقبل تطورات 2025 وتبقى لا متفتح زينا. غير انه اكيد سمعت فيديو لاحد الممثلين الفتره اللي فاتت بيتكلم فيها عن المسكن، بيقول لك اتس اوكي لو بنتي عاشت مع صاحبها الفتره بيجربوا بعض. ايه الخرا اللي انا بقوله ده دينو؟ فعلى ما اظن وصلت لك فكرتي، صح؟ بص، كانت اني انا اجيب لك فيديوهات ولقطات من مسلسلات وافلام مشهوره، بس لقيت ان انا مش محتاج اعمل كده. افتكر معايا كده اخر فيلم او مسلسل اتفرجت عليه وراجعه بينك وبين نفسك. كم مشهد في الفيلم ده كان فيه دياسة او تعييم للدين؟ كم مشهد كان فيه علاقات محرمة بمعرفة الاهل وقال ايه كانوا بيساعدوهم ينجحوا العلاقة ديت؟ كمية المشاهد اللي بتسخر من الشيوخ وانهم ارهابيين او متشددين متعصبين وانهم لا يحبون الحياة. فعلى ما اظن مش محتاج اعرض لك حاجة، استرجع اخر فيلم اتفرجت عليه وركز فيه وشوف بنفسك ايه الرسالة اللي عايزين يوصلوها من الفيلم غير ده. كده الصورة السيئة جدا اللي بيوصلوها للناس عن البلد. يعني كم مرة مثلا كلمت شخص مش مصري وقال لك مصر دي بلد الرقصات وان احنا بلطجية او حرامية واننا ناس مش متعلمين، مع اننا فعليا اكتر دولة بتصدر مشايخ وعلم للدول التانية. عندنا نابغات زي مجدي يعقوب واحمد زويل، الناس من شتى انحاء الوطن العربي بتيجي مصر عشان تتعلم الدين واللغة. عندنا انسان شريف زي بيج رامي دخل مصر التاريخ في مستر اولمبيا مرتين، ولما حصلت الابادة في غزة كان اول واحد بيتكلم عن القضية وما كانش فارق معاه ابدا اللي يحصل، هو كان اول واحد بينشر عنه مع انه كان متضرر الاساسي من الموضوع بس ما ترددش اللحظه ولسه بيدعم القضيه لغايه دلوقتي. لما تكون دي نظره عن بلدك بسبب ناس من بلدك مصريين برضو بينشروا افكار غلط عننا، فبصراحه لازم تزعل. وهل تفتكر ان كل الجرائم اللي بتحصل دلوقتي من قتل وتحرش واغتصاب جاي من فراغ؟ هو ده اكيد ان السبب الاساسي في الحاجات ديت البعد عن ربنا، بس مع السبب ده السبب التاني يرجع لتشويه القدوه بالنسبه للشباب دلوقتي، فبدل ما يكون قدوتنا الرسول او حد من الصحابه فبقى قدوتنا ممثل اكشن او المغني الدايو اللي بيطلع بناته على المسرح بلبس متفتح، فلما الممثل ده يطلع بدور البلطجي كلنا بنقوم نشجعه اوف انت ازاي جامد كده. لما حاولوا يفهموك ان الست لازم تشتغل وتصرف على البيت مع جوزها وده فرض عليها، او الاب لازم يكون بعيد عن اولاده ومش فاهمهم، او شخصيته في البيت ضعيفه، او العكس لما يكون الاب عنيف وديكتاتور بيضرب الرايح واللي جاي ومش فارق مع حد، فبيقدم لك الاب ده رمز من رموز الظلم الذي لا يجب علينا اطاعته، فده تشويه لشكل الاسره. او لما يجي لك الطفل الصغنن الكيوت دوت وهو بيتكلم مع اهله بقمه الوقاحه بس في اطار كوميدي فنضحك كلنا. الست دايما في افلامهم مسترجله وب100 راجل، مع اني مش فاهم برضو مين اللي حط راجل كمقياس، والراجل يا عيني عليه محتاج طبطبة. لو وصلت اللحظة ديت ما تنساش تشترك في القناة، اوكي؟ شرفني تحت في الجروب ال 34 واحد اللي عندي.
انا هدفي من الفيديو بس انك تاخد بالك من الحاجات اللي بتتفرج عليها، ولا بد وانك لازم تراعي الحرمانية في الحاجات اللي بتتفرج عليها. والتاني حاجة انك لازم تفهم ان كل حاجة قدامك بتتعرض على التلفزيون ليها هدف معين. إذا كانوا عايزينك تتقبل الدياثة أو اللبس المكشوف عامة، أو يزرعوا فيك فكرة معينة زي فكرة الإرهابي مثلا، مع إنك لو جيت تراجع التاريخ هتشوف مين الإرهابي فعلا. الإرهابي دايما هتلاقيه حالق دقن وشنب وجاي لك بلدك وبيقول لك إحنا جايين نطوركم نخليكم بني آدمين يا شوية رعاع. وبس كده خلصنا. لو في أي مواضيع حابين نتكلم عنها اكتبها لي في التعليقات، ما تنساش تقولي رأيك تحت، ومع السلامة.